الحملة التوعوية لسرطان الثدي والكشف المبكر عنه. نظمت اليوم هيئة الصحة في مقاطعة الجزيرة وبالتنسيق مع الهلال الأحمر الكردي ووقف المرأة الحرة محاضرة توعوية تثقيفية عن سرطان الثدي وطرق الكشف المبكر والمسح عنه، وذلك بمناسبة الشهر الوردي لسرطان الثدي في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو. هذا وحضر المحاضرة ممثلات عن الإدارة الذاتية الديمقراطية وهيئة الصحة والهلال الأحمر الكردي وعضوات مؤتمر ستار ووقف المرأة الحرة والتنظيمات النسائية في المدينة. وألقيت المحاضرة من قبل الطبيبة النسائية جهينة المحمد، والتي أوضحت في حديثها لكاميرا روج آفا بأن الهدف من هذه المحاضرة هو تثقيف النساء وتعليمهم طريقة الفحص الذاتي وتوجيههم للفحص السريري المبكر للوقاية من سرطان الثدي. الهدف من هذه المحاضرة أنه نعلم السيدات طريقة الفحص الذاتي ونوجههم للفحص السريري الباكر للوقاية من سرطان الثدي والكشف المبكر عنه، طبعا بالفحص السريري والفحص الذاتي. وفي عنا مراكز للمامو بالهلال الأحمر جنب مشفى جراحة القلب والعين بالقامشلي، وكمان في مركز ثاني بالمشفى الوطني بالحسكة. هلا محاور المحاضرة بتحكي عن أسباب السرطان، عوامل الخطورة، أهداف المسح، إحصائيات عن سرطان الثدي، المراحل وعلاجه. وبدورها أشارت الرئيسة المشتركة لهيئة الصحة في مقاطعة الجزيرة مآثر عباس بأن هناك عدة مراكز للماموغراف والكشف المبكر عن سرطان الثدي في مقاطعة الجزيرة بإقليم شمال وشرق سوريا، في كل من مشفى الشعب في الحسكة ومشفى الأورام التابع للهلال الأحمر الكردي في مدينة قامشلو. هناك جهاز مختص بتصوير سرطان الثدي والكشف المبكر عنه يوجد في مشفى الشعب بالحسكة. أيضا هناك جهاز تابع لمشفى الأورام للهلال الأحمر الكردي يتم استقبال الحالات بشكل يومي، وجود أطباء وفريق مختص لاستقبال مثل هذه الحالات. طبعا إلى حد الآن لم يتم هناك وضع أي خطة علاجية من قبل هيئة الصحة كونها غير قادرة على تأمين العلاج للمرضى، لكن هناك كشف مبكر عن السرطان يساعد على تلافي المرض. هذا وتضمنت المحاضرة عدة محاور عن أسباب سرطان الثدي وخطورته وكيفية الكشف عن هذا المرض ومراحل علاجه. وفي ختام المحاضرة تم فتح باب النقاش أمام الحضور لطرح مقترحاتهم وآرائهم.